حبايبي متابعين قناة منوعات ردينا، أهلا بيكم. يا رب تكونوا بألف خير. هنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الفكرة دي الست ازايز دول عاملاهم فكرة لمتابعة معايا حبيبتي. الفكرة دي انا عملتها، بس عملتها بطريقة مختلفة. النهاردة بعملها بطريقة مختلفة خالص برضو. تمام. وعندي الحامل ده، بصوا شكله رديء ازاي. هنغير شكله 90 درجة او 190 درجة كمان. تمام زي الفل، كله بحاجات بسيطة. يبقى احنا عندنا حامل هنغير شكله، وعندنا فكرة تخزين البقوليات او المكرونه او اي حاجه في الازايز دي. بس مش زي الفيديو اللي عملته لكم قبل كده، وهنزل لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. لا، النهارده هعملها بشكل جديد. هي الفكره ان انا اخزن فيها مكرونه او بقوليات او اي حاجه. هتروق لك التربو خالص. تمام. طيب احنا نجيب الازازه نشيل منها الاستيكر، ونيجي هنا كده كده، ونروح قصين بالشكل ده. انتي عشان تعملي ازازه يبقى محتاجه ازازتين، يعني احنا عشان نعمل واحده محتاجين 2 اهو. طبعا هنسويها بالمقص، الجزء ده مش عايزينه. هنيجي بقى كده، ونيجي هنا كده، ونروح فاتحين برضو. طبعا عملته لكم قبل كده اهو. تمام. هيقفل، هيدينا الشكل ده. تمام. يبقى احنا خدنا من ازازه الجزء الاخراني، وخدنا من ازازه تانية الجزء كله، بحيث من ازازتين يدينا الشكل ده، الغطا التقفيل والجزء الاساسي. هكمل باقي قصي واحضر بقى الحاجه اللي انا عاوزاها، ونرجع تاني. ورجعنا بعد ما قصينا الازايز بتاعتنا اهو. تمام. طيب فاكرين الفيديو اللي فات اللي عملت لكم منه البرطمانات وحامل السكاكين؟ باقي منه الدهان ده، انا غطيته كده بازازه وشيلته يفضل زي ما هو اهو. هضيف عليه شويه لاكيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هضيف عليه شويه لاكيه كده بس. يعني انا قلت استغل حبه الدهان اللي فات، وهضيف حبه لون كده كحلي بس كده، وهدربهم بقى مع بعض اهو. يا حبايبي ضفنا حبه تنر صغيرين، تمام زي المره اللي فاتت. خلاص كده اللاكيه والتنر اهو. تمام. انا عامله الفكره دي لعضوه معايا، قلت لها هعمل لك نفس الفكره اللي انا عملتها بس بشكل مختلف، وفي نفس الوقت هي اللي خدت الاوردر اللي فات بتاع طقم التوابل، فقلت هعمل لك طقم اللي هو الحامل، ولا هعمل لك طقم كده على الرخامه شكله لطيف. طبعا هندهن دي كلها، وهنيجي بقى هنا. طبعا مش هندهن الازازه كلها، لا انا هدهن الغطا وهدهن الجزء القاعده اللي تحت دي. يعني انا هدهن كده دي ودي. تمام. يلا بقى بينا بالفيديو السريع نخلص الدهان بتاعنا ونرجع تاني.
ورجعنا حبايب قلبي اهو، عملنا الحامل كله من تحت ومن فوق زي ما وريتكم. الغطيان الازايز هنسيبهم بقى ينشفوا خالص خالص خالص، ونرجع بقى علشان نعمل التنقيط بتاعنا. يلا اوعوا تروحوا في حته. ورجعنا بعد ما نشف خالص اهو الازايز والغطيان والحامل بتاعنا. فاضل كده مرحله التنقيط. هنجيب برضو شويه لاكيه كده، تمام كده، وهنجيب تنر وهنبدأ ندربهم في بعض، تمام. وهبدأ انقط زي ما انتوا ما عارفين زي الفل. يلا بينا ننقط كل شغلنا ونرجع تاني. ورجعنا بعد ما نقطنا اهو، نقطنا الغطيان والازايز والحامل، بس نقطته كده حاجه اديته كده شكل بس كده، تمام. يلا ينشفوا ونرجع بقى نعمل الفينش الاخير وخلاص. ورجعنا بعد ما التنقيط نشف خالص خالص اهو. التنقيط ما بياخدش وقت زي الدهان على فكره. عاوزين بقى استراس اغمق اللون، طبعا اللون ده بتاعك انتي. عايزين ستان رفيع كده بسيط، استراس فضي بسيط، حاجات بسيطه جدا رقيقه، تمام كده. خلاص حاجتنا خلصت زي الفل اهو. هنظبط الغطيان عشان فيه، ايوه كده، ايوه كده، مش تحطي الغطا وخلاص، لا تشوفي تظبطيهم على قد بعض، تمام. يلا هنحط بس استرس بسيط هنا يدي شكل لطيف، وهنا وهنا، ونرجع بقى نشوف بعد ما نحط فيهم التزاماتنا. رجعنا حبايب قلبي بعد ما عملنا الفينش الاخير البسيط اهو. ايه رايكم؟ وادي الحامل بتاعنا اهو. الحامل ده انا عاملاه المتابعه بتاع حبيبتي، وعامله برضو الشغل ده المتابعه حبيبتي، والبرطمانات. يعني انا عامله الشغل ده اصلا لمتابعه معانا في القناه، بس انا قلت ايه اعمله لكم فيديو. طبعا انا بستاذنك يا حبيبه قلبي، بس انا حطيت المكرونات والحاجات اصور واشيلها على طول. مش شرط تحطي مكرونات، لا، بقوليات، اي حاجه عندك، رز، اي حاجه عندك. انا عملت الفيديو ده قبل كده بس ما كانش تركي، ما كانش لاكيه، لا يا دوبك استرست وستان كده بس. لكن انا فكرت بصراحه يعني الفكره جديده. انا قلت مادام هعمل طقم تركي بحامل تركي بكله، اعمل لها حاجه زي كده. الفكره طرقت في بالي. ايه رايكم؟ مبروك عليها الشغل، يا رب يعجبها. الذوق بتاعي، هي سايبالي كل حاجه ليا بصراحه. ايه رايك فيهم؟ يعني بجد طبعا الذوق
شغل الاستراس والالوان ده لو مش عاجبك اعملي انت بذوقك الاحلى والاشيك، بس ما عليكي غير انك تاخدي الفكره بتاعت الخزين دي. عجباني قوي يا جماعه ان تتعمل تركي كده، شكلها تحفه في المطبخ. انا هعمل لنفسي على فكره. فايه رايكم؟ بجد يعني حاجه كده تتحط على الرخامه، وهم يعني شغل جميل. مبروك عليها. يلا حبايب قلبي، يا رب اكون فدتكم النهارده بالفيديو ده زي الفل. زي الفل زي الفل. يلا الفيديو عجبكم، قناة من وعيات دايما بتفيدكم. اوعوا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وانتظرونا فيديوهات جديدة وابتكارات جديدة. نوعات جديدة. باي باي.